السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناة غادة لتعليم الخياطة. دائما مع الجديد. البنات اللي جاية جديدة للقناة ما تنساش زر الاعجاب وتفعل زر الجرس باه كاي فيديو يوصلها باذن الله. موديلات العيد باذن الله بدينا فيهم اللي هما تاع الفبران والكتان. مباشرة ننطلقوا الى جزء التفصيل. اللي باغي تتواصل معايا كاينه لاباج فيسبوك تاعي راهي في صندوق الوصف تلقاوها البنات، ولا لاباج انستغرام تاعي تلقاوها في صندوق الوصف. اللي بغات اي موديل لا تكوموندي مرحبا بها. حط على العين والراس متتبعاتي الجميلات. ما تنساوش البنات دائما زر الاعجاب واللايك والمتابعه. ونبداو بسم الله مباشره في الموديل تاعنا. الموديل تاع نهار اليوم عندنا فبران، عندنا ميطرتين ونص. المراه راهي شوي اكس ال دوبل اكس ال. وعندنا وردات كما راكم تشوفيها تاع البابونج. وعندنا فولار شريت منه تقريبا قيمه 75 سنتيمتر. السلعه كامل كل وحده كيفاش تحسبها. القماش طاح لي هو 2 ميطات ونص. 2 ميطات بتباع ب 120 وزيدوا حسبوا لها. الوردات الوحده ب 1500 والفولار الميطره تاعو ب 35000. ننطلقوا في جزء التفصيل تاعنا. طوينا القماش على 4 عادي، يعني ماشي جيت الطول يعني ميطرتين ونص، طويتها على 4 كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. باش تخرج لي الايفازي، بغيتو ديروها كروازي بغيتو ديروها قد قد. انا طويتها كيما هكا نورمال، يعني مانيش محتاجه بزاف القماش ولا اللي يفضل لي قداه. دخلت في الكتفين 20 سنتيم وهبطت بقيمه 22 سنتيم. ودرت دوران الصدر تاعي في هذه الحاله قيمه 35 سنتيم. انا ندير بالزياده ومن بعد في الخياطه ناكل. بعد نرسم المستقيمات تاعي خط التركيز وخط الصدر بهذا الشكل قد قد. ومن بعد نجي مقوسه في منتصف خط التركيز ونجي دايره. الارتفاع تاع حردة الابط تلقاوها دائما تقريبا من 4 سنتيم الى 5 سنتيم. هذه المدام عندها الكرش. واش ندير؟ نهبط بقيمه 15 سنتيم فقط خط قد قد. ومن بعد واش ندير؟ نعين خط الخصر تاعها اللي هو حيكون في قيمه 15 سنتيم، نرسمه عادي قد قد. ومن بعد واش ندير؟ نروح ندير خط مستقيم باه نعين لي بانس تاوعي في لاغوب تاعنا كما راكم تشوفوا. لي بانس تاعنا تاع نهار اليوم راح نخرج فيهم قيمه 11 سنتيم كما موافين دايما متعودين. من نقطه الخاصه نخرج ايفازي ديريكتومون في القماش تاعنا. هذه مترتين ونص. ديري الايفازي من تحت طويله بزاف، عريضه بزاف، وهي باغيتها عريضه بزاف. وكون ديروها بطريقه الكروازي تجيكم عريضه بزاف بزاف بزاف، يعني احسن من الطريقه هذه. يعني كل وحده واش بغات دير بها. بالنسبه للرقبه ندخلوا فيها 8 سنتيم دائما كيف متعودين عليها. والاماميه ندخل فيها عمق 20 سنتيم. عمق 20 سنتيم. رقبه دائريه عاديه بالنسبه للاماميه ولا الخلفيه. موديل سامبل وراهو دارج ليا مات هذو بزاف بزاف. بغيت نديرو دومانداتو منه كومونداتو الزبونه ودرناه لها. لي بانس الطول تاعهم 30 سنتيم امام وخلف، والدخول تاعهم بين الحلمتين قيمه 11 سنتيم. سجفنا الرقبات الاماميه والخلفيه ومن بعد لصقنا الكتفين وفوتنا الخياطه. حلينا الخياطه وفوتنا عليها باه تبقى راكده الخياطه كما راكم تشوفوا. نجيو هنا حنديرو لي مونش تاعنا. نقيسو حردة الابط تاعنا بقد حتكون. كانت لي هنايا واحد 32 سنتيم حردة الابط باسكو مرسمينه. نجيب القماش تاعي تاع الفولار طويتو على 4، يعني الطول تاع 75 سنتيم، يعني عرض الفولار طويتو على 4. ننزل بقيمه 15 سنتيم وندير هذاك العرض كامل نديرو في المونش، يعني كامل نميل قد قد باسكو حندير لي بلي ولا لي فرونس في الكتف. انا حنديرو كامل، يعني اني قصيتو كامل، يعني ما درتش القيمه خلاص هذيك. ندير خط قد قد ونبدا نرسم المونش الطريقه الاعتياديه تاعنا كامل. الباترون تاع المونش وما يبانش. ندير خط مستقيم مائل، يعني نرسم مثلث قائم، والقطعه هذيك نقسمها على 2 في المنتصف. القطعه هذيك في المنتصف ثاني على 2، والقطعه في السفلى في المنتصف على 2، ونطلع بواحد سنتيم ونهبط بواحد سنتيم وتشكلي الاس تاعنا هذه اللي راكم تشوفوا فيها. الطول الكلي تاع المونش في هذه الحاله راهو قيمه 50 سنتيم باسكو حيكون عندنا لاستيك في الذراع. في التفصيل ننزلو قد قد. عرض القماش من تحت هو عرض المونش قد قد، ما نزيدش يعني نقص فيه ولا نزيد فيه. بغيتو الكشكشه بزاف خليوه كيما راه، بغيتو شويه نقصوا منه شويه. قيمه راهو 35 سنتيم عرضه من الاسفل. الطريف اللي بقى لي من هذه 75 سنتيم هاني طويتها باه نحي منها الاجزاء كامل تاع الموديل. راني شريت 75 سنتيم وكفاتني وفضلت
كيما هكا. المونش تاعنا هذا هو المونش تاعنا اللي راكم تشوفوا فيه، اللي قبيله درت الاس والكشكشه تجيني من فما. ها نطويو المونش تاعنا وننتقلوا الى القطع اللي نحتاجوها في الموديل هذا اللي فضلت لي من الفولار. عندي اون بابيون حتلصق في الكتاف. عندنا زوج قطع الطول تاعهم حيكون 52 سنتيم وعرض 16 سنتيم، عرض 16 سنتيم وطول 52 سنتيم. نجيو البابيون ثاني قطعة، يعني حنديرو منها زوج، ثاني هذه زوج قطع تاع البابيون، حيكون الطول تاعها دائما 51 سنتيم وعرضها تقريبا 15 سنتيم. هذه البابيون نديرو منها زوج. واللي يجي تحت البابيون يعني يكون هذه هي البابيون استغفر يا ربي، اللي احنا باسكو البابيون حنديروا لها بابيون وسبته وتحتها واحد الخيطه كامل، يعني هذه ثاني قطعه نديروا منها اربع قطع كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. هذه هي المربعه تاع البابيون، بعد نسكروها على 4. الطول تاعها 29 سنتيم وعرضها 29 سنتيم، يعني تكون كاري باه نديروا البابيون تاعنا. كل قطعه درنا منها زوج قطع كما راكم تشوفوا، والفولار تاعنا خلص بالشكل هذا. خيطناهم كامل. دوك تشوفوا الموديل اللي حندير فيه الفولار باه تشوفوا كيفاه درناه بهذا الشكل. كيفاه درتها شوفوا معايا، درت بابيون زوج، وحده صغيره وحده كبيره، وبيناتهم هذاك الفولار الطويل خلاص اللي هو طوله 57 سنتيم. بعد ما خيطت القندوره كامل كما راكم تشوفوا، ولي مونش خيطهم بلي بلي، ودرت لهم لاستيك على الجناب كما راكم تشوفوا، يعني في لا مونشور طلعت بقيمه 15 سنتيم. ودرت لاستيك تاعي الرقيق ولصقت البابونج تاعي والبابيون كما راكم تشوفوا. لصقت ثاني البابيونات بهذا الشكل. نتمنى البنات يعجبكم الموديل، واي استفسار ولا تساؤل حطوه لي في الكومنتات، وبصحه مولاتها. وان شاء الله يعجبكم الموديل تاع العيد نهار اليوم. ما تنساوليش بدعاوي الخير دائما وابدا، والى اللقاء في موديل جديد وحصه جديده. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوليش بالتعليقات الايجابيه والدعاء تاعكم الجميل. الى اللقاء.